في كل بيت مصري تقريبا في فترة إعلان النتيجة في أغنية كلنا تقريبا حفظناها. أول ما بتشتغل بنعرف إن في فرحة دخلت البيت. يمكن حد نجح أو حقق حلمه أو بدأ خطوة جديدة في حياته. لكن وأنا بسمع الأغنية دي فضل سؤال واحد في دماغي: هو النجاح فعلا مجرد نتيجة؟ ولو كانت الإجابة لأ، يبقى إيه هو النجاح الحقيقي؟ إحنا بنربط النجاح بحاجة واحدة: لو جبت مجموع معين يبقى أنا ناجح، ولو ما جبتوش يبقى أنا فشلت. لكن الحياة عمرها ما كانت بالبساطة دي. في نجاح إنك تحافظ على أخلاقك في وقت بقى فيه ده صعب، وفي نجاح إنك تكمل رغم إنك تعبت، وفي نجاح إنك تقوم بعد كل مرة وقعت فيها، وفي نجاح إنك تبقى شخص أحسن من نفسك اللي كانت السنة اللي فاتت. والنجاح الدراسي أكيد طبعا مهم، لكن مش هو النوع الوحيد من النجاح. يمكن النهاردة في حد فرحان جدا بنتيجته وألف مبروك ليه طبعا، ويمكن في حد تاني حاسس إن النتيجة مش زي ما كان بيتمنى. ولو انت من الناس دي فخليني أقولك حاجة من قلبي: النتيجة دي مش بتحدد قيمتك ولا بتحدد مستقبلك كله، ولا معناها إن ربنا غضبان عليك. احنا بنجتهد وده المطلوب مننا، لكن النتيجة رزق، والرزق كله بإيد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن الطريق اللي كان نفسك فيه مش هو الخير ليك، ويمكن الباب اللي اتقفل كان بيحميك من حاجة انت لسه ما تعرفهاش. وعشان كده ما تقارنش رحلتك بحد، ولا تحكم على نفسك من سنة واحدة أو امتحان واحد. النجاح الحقيقي مش إنك توصل بسرعة، النجاح الحقيقي إنك تفضل مكمل، وإنك ترضى بعد ما تعمل اللي عليك. لأن الرضا مش معناه إنك تستسلم، الرضا معناه إنك تثق إن ربنا هيختار لك الخير حتى لو إنت مش شايفه دلوقتي. وصدقوني في ناس كتير جدا كانت زعلانة من نتيجة معينة، وبعد سنين قالت الحمد لله إن اللي كانت عايزاه ما حصلش، لأن ربنا كان شايل ليهم حاجة أحسن. فلو نجحت احمد ربنا، ولو النتيجة مش زي ما كنت بتتمنى برضو احمد ربنا واجتهد مرة تانية. لأن النجاح في الآخر مش مجرد شهادة، النجاح هو توفيق من ربنا وكرم من ربنا، ورحلة كل واحد فينا بيعيشها بطريقته. واتمنى ان اي حد يشوف الفيديو ده يفتكر دايما ان قيمته اكبر بكتير من اي رقم مكتوب في شهادة. ربنا يفرح قلب كل واحد تعب، ويرزق كل مجتهد بأجمل مما يتمنى. النهاردة كان فيديو مختلف، أتمنى يعجبكم ويوصل لقلوبكم. سبسكرايب ولايك وفولو، استنوني في فيديو جديد كل خميس الساعة 8. Thanks for watching.